هو ليه لوفي أقوى من نيكا والجوي بوي؟ في الفصل 1151 بنكتشف قوة إيمو سما بشكل أوضح، اللي هي شبه لعبة الريفيرسي اللي هي فيها دوائر سودا ودوائر بيضة دي. حلو يا عم. طيب النظرية بتقولك يعني إن لوفي باستخدام قوة الخيال بتاعته يقدر يتعاقد مع الناس برضو، أو يقدر يدي الناس قوة مشابهة للقوة بتاعته وهيبقى لونهم أبيض. هيبقى زي اللعبة اللي هي دوائر سودا ودوائر بيضاء. لكن ايه الفرق بقى بين لوفي وبين جوي بوي؟ مثلا في الحرب المارين فورد لو نفتكر، مي هوك حاول يختبر قوة لوفي لما وصل له وقرب منه، وما كانش عايز يعديه الا لما لوفي يتفوق عليه. لكن الطريقة اللي خلت لوفي يعدي منه هو قوة الناس اللي حوالين لوفي. وفي اللحظة دي، وهي الحاجة ممكن تكون عدت على ناس كتير، لكن هو قال ان قوتك مش في شخصك انت، لكن في قوة الناس اللي بتساعدك. هنا نظهر ان لوفي قوته في الناس اللي حواليه. طيب يا سيدي، يعني ايه؟ طيب طب ما في يعني في الصورة اللي وضحت العالم التاني، يعني العالم الأول أنا بفترض إن هو اللي على الجهة اليمين، والعالم التاني اللي هو على الجهة الشمال. الجهة الشمال يعني الجوي بوي كان عنده تقريبا نفس الناس اللي لوفي اتعرف عليهم. لكن هنا أنا عندي نظرية إن الناس بتثق في لوفي وبتؤمن بيه. وبما إن قوة لوفي هي قوة محارب التحرير، فهو على عكس إيمو سماء اللي بيفرض قوته غصبا عن الشخص اللي قدامه. انا حاسس ان قوة نيكا مش بتتفاعل مع الاشخاص التانيين الا لما يكونوا بيؤمنوا بنيكا ده نفسه. فلازم يؤمنوا بيه، زي مثلا في الفصل اللي فات في فيجا بانك، البنت اللي هي اسمها بوني ما تحولتش لنيكا الا لما امنت بلوفي ان هو نيكا. وهي دي المشكلة اللي يعني بتقابل الناس اللي غير لوفي الناس هتآمن بيه وكلهم تقريبا هيتحولوا للون الأبيض. هي دي الفكرة اللي هتخليه ينتصر على ايه مساماة. لو انت بقى موافق على النظرة دي أو عندك نظرات تانية، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب.